السلام عليكم، معكم كريمة أو مرحاب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك يومي بالفاكهة الموسمية الكاكي. كتجي لذيذة بزاف وكتجي هشيشة وكتجي فازقة من الداخل، كتجي رائعة جدا، كتستحق التجربة. المكونات: غنحتاج حبة ديال الكاكي اللي كنقيها ونقطعها في الإناء فين غادي نخدم. غناخد حبة ديال المندرين منقية وجوج حبات ديال البيض. بالنسبة للسكر كيبقى اختياري، ممكن تضيفوه ممكن لا، ممكن تنقصوا الحلاوة. انا هنا درت كاس ديال السكر وغنضيف كاس ديال الزيت، قبيصة ديال الملح، وغادي نطحن المكونات جيدا حتى كينسجموا ليا مزيان. من بعد غنضيف كاس ديال الحليب، ساشية ديال الفاني، والدقيق كيبقى على حسب الخليط، يعني ما تكونش عاقدة بزاف وما تكونش خفيفة. نخلط المكونات مزيان مزيان. غنضيف هنا جوج خمارات. الخليط كيكون على هذا الشكل كيف غادي يبان لكم في الفيديو. هذا هو الشكل ديال الخليط. غادي ندهن المول ديالي بالزيت، غادي ندهنوه بشويه ديال الدقيق، وغادي نخوي الخليط في المول. هنايا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا هنا درت الفواكه الجافه اللي عندي في البيت. الفران سخون على 180 درجه. منين ندير المول ديالي في الفران غادي نقص حتى ل 150 درجه باش طيب على خاطرها. صافي، من بعد ما كطيب هذا هو الشكل ديالها النهائي. كتجي رائعه ولذيذه، ضروري ضروري تجربوها. كتجي فازقه من الداخل بحال اللي فيها شي كريمه من الداخل. كنتمنى تنال الاحسان ديالكم، استحسانكم عفوا، والاعجاب ديالكم. وكالعاده اللي طبقات شي وصفه من الوصفات ديالي ترسلها لي على الانستغرام شهوة ام رحاب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.